محمد علي والخديوي اسماعيل والملك فاروق كتير المشلتت وجنينه الموز والبحر الاحمر المتوسط كله شيء. فرج الحاج على الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة وصفات أم معاد الجزائرية. نتمنى إن شاء الله تكونوا لاباس، تكونوا بخير. اليوم راح ندير بكم التحويسة، الله التحويسة بالطبع والشان هنا في مصر. راح نروح نهر النيل وراح نركب في البابور ونركبكم معايا بطبيعة الحال ونديكم تحوسوا واحد منطقة يقولوا لها القناطر. القناطر هذه فيها فطير المشلتت تتباع، فيها السمن البلدي، فيها العسل الحر، يعني راح نروحوا للريف كما يقولوا هما البدو. الدوار نتاعهم راح تشوفوا تحوسوا وتستمتعوا، واكيد راح تكون تحويسه بزاف حلوه وراح تعجبكم بزاف بزاف. اذا حبيباتي باش ما نطولش عليكم لا فيديو، ما تنساوش ديروا لي جيم، تطلعوا لا فيديو، تخليوا اصدقائكم وحباكم بارطاجيو الفيديو باش يتمتعوا ويشوفوا المناظر الطبيعيه ما شاء الله في مصر. اذا وما تنساوش التعليق ونخليكم مع الفرجه الممتعه. تفضل يا دكتور تعالى بس. حبيباتي شوفوا معايا ما شاء الله، راكني ركبتكم معايا وديتكم باش تحوسوا في احلى المناظر الخلابه الطبيعيه الساحره في مصر. هذا هو نهر النيل كما راكم تشوفوا، هذا البحر نتاع نهر النيل كما راكم تشوفوا. دوك تشوفوا القصر نتاع الفنان عادل امام، ها هو كما راكم تشوفوا، ها هو كي هذا القصر. هنا الفنانين كامل راهم هنايا يسكنوا الحافه تاع نهر النيل، القصور تاع الفنانين المصريين كامل راهم هنايا. الاصل هنا طبيعي، كل حاجه بتشتغل طبيعي. إذن بالنسبة لهذه الرحلة راح تستغرق 2 ساعات في الباخرة. باش ما نطولش عليكم لا فيديو، أكيد راح نبقى نقطع في لا فيديو حتى نلحقوا إن شاء الله ونتلاقاو. حبيباتي بالنسبة لهذا الغناء الشرقي، يعني مش أنا اللي شغلته، لكن صاحب الباخرة هو اللي يشغل الغناء يعني بكل صراحة، وكان يمشي ويشرح لنا دار الغناء باش زعما نستمتعوا. لكن للأسف الله غالب أنا ما قدرتش نقول له طفي الغناء ولا يعني ندبر عليه ولا نبدا نفلبس عليه. كان ينعتلنا يعني في البلايص نتاع الفنانين، وكان يشرح لنا على البحر هذا تاع النيل، وكان يحكي لنا. أنا نخليكم المهم تستمتعوا إن شاء الله، ونخليكم على خير وعافية، بالتوفيق. دي شغالة على الغاز، أما دي شغالة على توليد الطاقة المائية والضغط العالي. أيوة عبد الناصر. إحنا بقى سنتك أول جزيرة بنروح عليها اسمها جزيرة الدكتور مصطفى محمود بتاع برنامج الحق والربنا الله يرحمه. دي جزيرة عشان هو اللي اكتشف الجزيرة دي أول ما استنطق مصر بعد الفراعنة هنا. لأن هنا المنطقة مزارع، هنا مزارع الموز، مزارع الورد البلدي، العسل هنا طبيعي. دي بقى نقطة اكتشف فيها العسل هنا طبيعي، عسل للأكل وعسل علاج. بيجي من جميع الدول كلها، من السعودية، من الكويت، من الجزائر، من تونس، من ليبيا، من الأردن، من جميع الدنيا كلها، عشان خاطر العسل اللي بقى طبيعي. وأحسن أنواع العسل عندنا. الوليد بن طلال، قصر الوليد بن طلال. لما سنتك المراكب اللي راجعة قدامك ديت، كل المراكب اللي طالعة من الصبح بدري، عشان الجزيرة اللي أنت رايحها دي. دي بقى عندي العسل ده طبيعي، زيت حبة البركة كمان طبيعي، غير برضه السكر والبروتين، كل حاجة للفقرات، كل حاجة طبيعية.
منطقه الدلتا اللي بتجزأ النيل فرعين، فرع دمياط وفرع رشيد. ده المكان اللي بيرمي فيه عروسه النيل، اللي كان بيرمي فيه عروسه النيل ايام الجاهليه، ايام الفيضان، ايام الفراعنه. اعمق مكان في النيل المكان اللي قدامك، مكان عروسه النيل ده 68 متر، اعمق مكان في النيل. دي الجزيره المناحه للعسل اللي احنا هننزلها ان شاء الله. إذن أحبائي حبيباتي رانا وصلنا للبدو، نخليك مع الفرجة الممتعة. ومزاج تجرب الاكل الفلاحي بتاعتنا بنوصلك عليه. عايز نعمل لك واحده جبنه وواحده عسل ماشي، عايز تاخد حاجه معاك تكوي معاك سفري معاك ماشي، اللي انت عايزه. عايز تشرب شاي بالنعناع، في شاي بالنعناع بينزل لك براد السكر بره، كوبايتك الصبح وتشرب شاي. هذا هو الريف هذا هو تشوف. هنا كما راكم تشوفوا كاين فطير المشلتت بالسمن البلدي والعسل الحر. هنا راح ندخلوا هنايا كما راكم تشوفوا البساتين نتاع الموز. على حق جنبي، على تفضل جنبي، تفضل. هنا الفطير مشلتت يطيبوه هنايا كما راكم تشوفوا. هذا الشميني تاعهم التقليدي، يعني العريق القديم على تراث اجدادهم. هذا العسل الحر الطبيعي هنا يبيعوا فيه، يعني هذو اصحاب الريف اصحاب البدو. لان هنا كاين واحد الشاب من الفلاحين تاع بساتين الموز راح يشرح لنا ان شاء الله. حضراتكم فكره عن حاجه الفلاحين هنا في الريف واحنا عايشين في المكان ده ازاي، تمام؟ مبدئيا كده ان دي كلها جزيره في وسط النيل، بحاب بها النيل من 4 اتجاهات. ما فيهاش كباير عشان نودي اولادنا المدارس هنا بالمراكب، ما فيهاش كهرباء، الكهرباء اللي عندنا هنا ديزل مولد موتور. ما فيهاش مباني، البيوت اللي هنا كلها عشوائي. طبعا زمان كان بيجي حاجه اسمها الفيضان، احنا على الفيضان عارفين الفيضان طبعا صح؟ نتكلم نفسي يا جدعان، عارفين الفيضان صح؟ رد عليا عايز رد سريع كده. الفيضان ده كان بيجي معاه تربه سائله كده. طبعا لما جه راح جمال عبد الناصر سنه 1956 بنى السد العالي. لما بنى السد العالي انخفضت منسوب الميه وظهرت 21 جزيره في مصر، من ضمنهم الجزيره دي اسمها جزيره مناحل العسل بالقناطر الخيريه. دي خدها أيوة. جمال عبد الناصر اداها للعمده، بتسمى العمده عندكم الشيخ او الوالي. دي خدها العمده ده واستلام الحكومه بيوزعها على الفلاحين اللي هو احنا. دي خدها العمده، كل واحد فلاح من عندنا بياخد له قطعه ارض بيعيش فيها هو واسرته بمقابل نص المحصول. هذه بساتين الموز، ده الموز. احنا نقولوا بالجزائريه البنان. البنان صح. هي البنان. مساحه الجزيره دي 4500 فدان، يعني 85 كيلو. بيملكها شخص واحد، واحنا كلنا هنا بنشتغل عنده يد واحد. شخص واحد. تمام كده؟ كلهم. مازالت خضره، مازال ما طابتش. عدد الاسر اللي عايشين في الجزيره كلهم حوالي 8 اسر 9 اسر. سبحان الله. تعال نكمل كده. شجار الموز، بساتين الموز. تعالوا بقى يا جماعه نخش نشوف العيشه الفلاحه بقى من الداخل بقى، والبنات البنات هنا عامله ازاي. السلام عليكم. بسم الله. وانا هصورك صوره حلوه. هذا بيت سبحان الله، بيت الريف البدو. صورك صورنا. ربنا يخليك يا رب. تسلم. امين. ربنا يحفظك. تقول على راسك تصوريها؟ نعم. القله. اذا هنا انتهت الرحله نتاع الريف تاع البدو تاعهم. راح نرجعوا للباخره باش خذينا وجبه تاع الفطير المشلتت. وهما الفطير المشلتت هذا راهم يحطوه مع الشاي مع السمن البلدي وايضا مع العسل الحر. عايز حاجه ثاني؟ حاسبونا بقى وكملوا. اذا كما راكم تشوفوا حطوا السمن البلدي وحطوا الشاي وحطوا الفطير مشلتت وحطوا ايضا العسل الحر الطبيعي. اذا ان شاء الله راح ناخذوا هذه الوجبه هذه تاع اللمجه هذه وراح ان شاء الله نكملوا الطريق. وراح نخليكم على الجوله والمتعه مع هذه الاجواء الرائعه. اذا حبيبتي نتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتم ان شاء الله وبصحتكم تحويسه معايا. اذا هذا الفيديو اكيد طويل بزاف، راني قطعت منه بزاف لقطات لانه من الصبح للمساء يعني بزاف عليكم. اذا نخليكم على خير وعافيه، مع السلامه.